ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لكم على شويه حاجات انا جربتها النهارده وعجبتني جدا جدا جدا. انا هجيب شويه مشابك. المشابك طبعا لما بنشتريها جديد المكبس بتاع المشبك دايما بيقوم مكسور مننا زي ما انتم شايفين كده، لان المكبس مش بيبقى قافل قوي على المشبك. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبلهم في شويه ميه، طبق فيه شوية مية كده، وهتحط المشابك فيه عادي. بطبيعة الخشب لما بيتحط في مية بينفش، بيتمدد وبينفش كده، فبيمسك جامد على المكبس بتاع الخشب وما بيفكش. وما تقلقيش، مش بيصد خالص، بس نشفيه بس كويس. هتعجبكم، جربوها واعتمدوها ان شاء الله تعجبكم. كمان في حاجة، الإطار بتاع المروحة اللي هي الستاند الطويلة دي بيبقى عليها إطار كده. بيبقى ساعات اتكسر فجأة، فانت عايزة حل سريع علشان تقدري تستخدميها. والله هو مش حل سريع، كمان انا مستخدماها على طول وما جبتش الإطار وبعتمدها على طول وحلوة قوي. هتجيبي القفيز اللي هو طري ده، وهتمسكيهم تربطيهم في بعض. القفيز ده بيبقى فيه فتحة كده، بتدخليها في قلب الرباط بتاعه وبتشديها جامد وبتقصيها. انا هوريكم اهي الفتحه بتاعته اهي. بندخلها كده وبنسحب، ان احنا نقفل جامد، نضغط جامد بحيث ان هي تمسك وتقفل المروحتين مع بعض. فاحنا هنقص بقى الطرف الزياده ده علشان ما يبقاش فيه حاجه باينه، ولا تجرحنا ولا تخربشنا ولا حاجه. وبكده يبقى انا قفلت المروحه، اعتمدوها. كمان تعالى اقول لكم وصفه لفرد الشعر، بروتين طبيعي في البيت. هتجيبي اي حاجه تحطيها على النار، وتحطي معاها معلقتين نشا ومعلقتين ميه وتدوبيهم كويس لما يبقوا كريمي زي ما احنا شايفين كده. هنحط معاهم معلقتين زيت زيتون او زيت جونسون، اي زيت موجود عندك، وهتفضيه في حاجه تانية اللي هو يبقى بارد كده. وهنحطه على شعرنا لمده ساعه. هتظبطي الشعر كده، تاخدي خصلة خصلة. انا جربته قدامكم علشان تشوفوه، تجربوه على شعر اطفالكم، على شعركم زي ما بتحب، مفيش اي ضرر فيه. هحطه على الشعراية وهوريكم هيعمل ايه في الشعر دلوقتي. بناخد منه كده شوية، انا كنت بوريكم القوام بتاعه عامل ازاي، زي الكريم، ناعم كده وجميل، ولا تقليه عن كده ولا تخففيه. فهنحط على خصلة من الشعر كده معاكم وهوريكم هيعمل ايه. جربوها، حلوة جدا. ده البروتين الطبيعي اللي بيتعمل في البيت، ملوش اي اضرار. بعد ما تحطي كده الحاجات اللي انا عملتها دي على الشعر، تسرحي الشعر شوية. انا هنا كنت حطيته وبدأت ان انا اسرحه، وبتمسكي الشعر يا تلفيه طاقية زي ما بنلفها او دوامة زي ما بتقولوا، يا تعمليها كحكة لفوق كده صغيرة، مبرومة اقصد جامد، بحيث ان هي تفرد اكتر معاكي وانتي بتحطي زي ما انا عملت كده. وبعد كده بتشطفيه عادي، ودي النتيجة. بصراحة تحفة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتدعموني. يلا، سلام عليكم.